ازيكم يا جماعه؟ قاعد لا بيا ولا عليا وانا شغال بفتح الفيسبوك، وعلى صفحه الاتحاد المصري لكره القدم لقيت تكريم الحكام وتكريم هاني ابو رضا شخصيا لابو الوفا. ابو الوفا اللي عمل كارثه وقال لك ابن كفر الشيخ، وكل اللي قاعدين تسقيف. كفر الشيخ. هو الاهلي بقى لقمه طريه قوي كده؟ الاول الحق خليتوه باطل، وضربة جزاء شافها العالم كله، واي حمار ما بيفهمش في الكوره هيقول لك دي ضربة جزاء، واحد ايده مفروده والكوره بعيده وايده بره جسمه ومكبره جسمه ومكبره راسه ومكبره تيتو وكل الكلام ده. بتكرموا الحكم، بتكرموا ابو الوفا. وبعدين ليه الاستفزاز؟ هو في حد عايز الاهلي يطلع عن الخط عشان مجلس الاداره ده يتحل؟ انا مش لاقي حاجه غير كده. ولا نظريه بقى المؤامره لازم نعمل بروباجندا عشان الشعب ينام مشغول ويبقى الناس بتهري في حاجه؟ والزمالك اللي ساكت ومركز في افريقيا ده وشارخ بسم الله ما شاء الله، رغم ان هو اكتر واحد بيستفيد، سبحان الله، اللي هو عايش دور المظلوميه، والزمالك بطل امبارح ميدو، والزمالك مش عارف بيعمل ايه، ورغم الديون ورغم ان انا اكتر نادي صارف فلوس في افريقيا صفقات، ده اكتر نادي بيدفع دولارات ده. طيب، وقبلها بيوم احمد مجاهد وبرنامج العلم والايمان. يا قلبي يما، برنامج العلم والايمان. بس قبل نروح لاحمد مجاهد، الحركه النسائيه اللي عملها اتحاد الكره هو بيكرم محمود ابو الوفا، كان صدفه وتصادف وهو نازل من على السلم بيكرموا حكمه اسمها شاهنده. وان هم لما استدلوا بكوره يبرروا بيها الفعل الفاضح اللي عمله في استاد القاهره، استدلوا بكوره من الكوره النسائيه وتصرف نسائي وشغل. مين اللي دايما بيستعمل التلقيح وشغل النسوان؟ انهي نادي دايما طول الوقت؟ كلهم بقى موجودين في اتحاد الكوره. انت محسوب علينا زملكاوي او انت يا هاني ابو ريده؟ رواه ممدوح عباس. احمد مجاهد مع موسيقى العلم والايمان وبرنامج الشيخ الشعراوي روائع تفسير الشعراوي كاتب عند الله تجتمع الخصوم. يا جماعه انا بقالي 5 سنين ماليش علاقه باتحاد الكوره، رغم ان من 3 سنين يعني هاني ابو ريده طلع بيان ان عمل لجنه لتطوير اتحاد الكوره، من ضمن اللجنه دي احمد مجاهد. والصحفي محمد عبد الباسط مع ابراهيم فايق قال لك لا، محمد مجاهد مشرف على منتخبات الناشئين او مشرف على قطاعات الناشئين في اتحاد الكوره، يعني هو موجود وكل الناس عارفه وكل الصحفيين عارفه ان اللي هو اللي بيطلع البيانات وهو اللي بيعين الحكام، اللي معظمهم من شرم الشيخ، تاني كفر الشيخ اللي هو جاي منها، كلهم واسطته شبه اللي بيختار الحكام او في لجنه الحكام هو من بورسعيد، برضو من بورسعيد. بلديات هاني ابو ريده اللي من بورسعيد، الزملكاوي اللي من بورسعيد، اللي هو على طول كل سنه يعمل مشكله ويعمل مزنق مع النادي الاهلي. وطلعت بقى تسريبات ان احمد مجاهد مطلع للصحفيين، وهم عندهم لجنه صحفيه جامده اعلاميه جامده، فدلوقتي لجنه جيم كينج كونج فيرس صحفيين اتحاد الكوره جودزيلا. ان شاء الله كينج كونج يكسب والاهلي يكسب في الاخر. بيقول لك هيقللوا القايمه ل 25 لاعب، دي التسريبات اللي مطلعينها عشان يهددوا الاهلي، يعني لم الدور. وهيقللوا عدد الاجانب وهيقللوا الاعارات عشان الاهلي بيطلع اعارات وناشئين كتير خصوصا في الاعارات. فالاهلي المفروض يرد يقول لهم طيب خلاص انا مش هدفع فلوس خد اللعيبه الا لما الزمالك يدفع فلوسه، واديني الرخصه الافريقيه زي ما بتديها للزمالك. اشمعنى ده؟ قبل كده احمد مجاهد طلع في فيديو قال لك انا الزمالك كان عليه 750 الف جنيه وايدنا له عمر جمال في افريقيا، ولا مش عارف كان لعيب تاني في افريقيا علشان يلحق يأيد اللعيب رغم ان عليه مديونيه. دلوقتي المديونيه بال 60 وال 70 مليون جنيه، ده غير الفلوس اللي للضرايب، الديون للدوله. انا كمان انا عايز مليار جنيه ما ادفعهاش للضرايب، انا اروح اجيب اسامه ابو علي تاني يابا، اروح اجيبه تاني بالمليار جنيه دول. انا ليه ادفع انا ضرايب والزمالك ما يدفعش؟ مش هما قطبين؟ مش هما زي بعض؟ ولا هو توازن في حته وفي حته تانيه؟ لا، انا حتى الاراضي والقروض اللي باخدها عشان ابني الفروع بتاعتي بدخل للدوله فلوس وعضويات وخدمات، كهرباء وميه وجراجات وناس بتشتري ومحلات وبيوت بتتفتح. انما الناحيه الثانيه اخدين ارض من 23 سنه ولا 24 سنه ما حطوش فيها طوبه يا جدع وعمالين يعيطوا، ودلوقتي لما بداوا يكسبوا وبيتفتح لهم البوابات وبيدخل الجماهير
وانا كنت نشرت ريلز قبل كده في ماتش المقاولين ازاي اللعيبه والجمهور داخل من غير فان اي دي وبداخلين بالاعلام وبالطبل وباعداد بالهبولالي، ولا حد بيقول لهم تلت التلاته كام. الاهلي ممكن يغلس ويقول لهم انا مش هبعت اللعيبه للمنتخب الا في الوقت اللي بيقول عليه الفيفا، وخليهم بقى هم يشدوا مع حسام حسن، ويطلع يا باشا شوهني يقول الاهلي مش نادي وطني. انا قلت لك في الفيديو اللي فات بص الايه اتقلبت ازاي، احنا اللي عملنا اتحاد الكوره جعفر لوالي باشا، وجاء اليوم اللي الاداريين الاهلي مش قادرين يدخلوا اتحاد الكوره. في الوقت ايام جعفر والي باشا المختلط النادي الوحيد اللي رفض، دي حرف ده تاريخ يا جماعه، اللي رفض ان يبقى في اتحاد خاص بالمصريين هو النهارده مع هاني ابو ريده في وجود مصريين منحازين لنادي الزمالك بيعملوا كل حاجه لمصلحه الزمالك وضد النادي الوطنيه. النادي اللي انت لو مشيت على اللي هو عايزه، يعني الاهلي مثلا عايز ان لجنه الحكام تبقى مستقله واللي بتبقى الرابطه هي المتحكمه فيها زي اي دوري محترم في العالم زي الدوري الانجليزي، لكن في مصر لا. ليه؟ عشان اقدر امشي الحكام على مزاجي يخدموا نادي بعينه او يخدموا نادي تاني بعينه، وفي الاخر اكرم الحكم اللي هو اي حكم اعمى في العالم او اي خبير اجنبي في العالم هيشوف الكوره يقول لك ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. ومن تكريم ابو الوفا ابن كفر الشيخ وتهديدات احمد مجاهد والاهلي ممكن يعملوا ايه ويرد عليه، نروح بقى على اوسكار رويس. اوسكار رويس يا باشا ناقد كلامه بعد ما طلع قال مع ابراهيم عبد الجواد ان اتحاد الكوره ما بلغهوش ان هم عايزين حكم اجنبي لماتش الاهلي والزمالك وان هم كانوا متفقين يجيبوا محمود بسيوني. طلع تاني في مداخله تانيه بعدها بيومين بعد ما في بيان صحفي طلع من اتحاد الكوره ان اوسكار رويس ينفي الكلام اللي قاله مع ابراهيم عبد الجواد. البيان اتوزع على الصحفيين قبل ما اوسكار رويس يعمل المداخله. ومين اللي كشف ده؟ كشفها صحفي طلع في قناه النادي الاهلي، احد الصحفيين مش عايز اقول اسمه. طب اوسكار رويس طلع قال لك ايه؟ قال لك لا احنا بعتنا واتصلنا، ما يقدرش يقول لك ايميلات عشان الاهلي ما يقوليش هات لي الايميلات. طيب بمناسبه ان اتحاد الكوره بيتصل بالحكام ما بيبعت لهمش ايميلات، اشمعنى الاهلي قال لك الاهلي ما مش هنجيب حكام اجانب عشان الاهلي ما بعت لناش ايميل وجواب يطلب حكام اجانب؟ قال لا قبل الماتش ب3 ايام. بيناقضوا نفسهم، الكذاب بيروح النار. الكذاب بيروح النار. ده بالعكس المداخله الثانيه اللي عملها رويس بتاكد ان كان في مؤامره على النادي الاهلي وان الدوري كان متوجه لبيراميدز زي الدوري السنه دي ما هو متوجه للزمالك، زي ما الاعلام عامل فوكس على جمهور الزمالك لان هم عايزين يلحقوا شعبيه الزمالك، لان هم شافوا جمهور الاهلي في امريكا وبيشوفوا جمهور الاهلي في كل حته بيلعب فيها الاهلي، وشايفين الجمهور في مصر عنده مشاكل مع الامن وما بيدخلش، وجمهور الزمالك اذا كان التراس الزملكاوي بيفطر اللعيبه في رمضان فالتراس اهلاوي كان بيفطر عيش وحلاوه في السجن. فده اوسكار رويس. بيتكلموا برضه على عقوبه الشناوي، بص ضرب الحكم واخد 4 ماتشات وهيتخففوا الماتشين. طيب جوميز ضرب الحكم وما تعاقبش اصلا 194 يوم. دونجا مسك زيزو من زيزو وطلع التسريبات انه هياخد 4 ماتشات في نفس السنه اللي كهربا اتوقف فيها 6 مباريات عشان حطه صح وقال لك ده فعل فاضح. لا ده الفعل الفاضح شفناه في الكاميرا وما اتحسبش. جوميز 194 يوم 6 شهور ضرب الحكم وما اتحسب، ده ضربه ودخل فيه. انما على الاقل الشناوي بنقول لك ده في الولد بتاع الامن زق ايده وجت على راس الحكم، يعني هو كان داخل يضرب الحكم ويزق الحكم. مش هنشتغل بعض. ولو في دوله محترمه اي حد يمد ايده على اي حكم بيتشطب. خلينا نكون صراحه. واخر بقى حاجه، بيراميدز بيطلب حكام اجانب. بعد ما صدعونا وقال لك طب ما انت عليك ضربه جزاء لسيراميكا، طب ما الاهلي كان عليه ضربه جزاء لسموحه ليه ما رحتش للفار وليه سموحه ما يطلبش تسجيلات الفار؟ بص يا ابني الاهلي بيطلب تسجيلات الفار علشان يسمع الكلام اللي كان بيتقال، احنا عايزين نعرف بيقولوا ايه، لان احنا سمعنا محمد عادل السنه اللي فاتت وهو بيقول يخرب بيتك يا ميدو الكره ما فيهاش حاجه، ضربه جزاء للزمالك ما فيهاش حاجه، ورغم ذلك رجع حسبها. يبقى ده غرض ومرض لانه خايف من التهديد اللي بيحصل من الزمالك طول الوقت والابتزاز اللي بيتم ابتزاز بيه الحكام والتضييق اللي بيحصل على اي حد يغلس على الزمالك. لما احمد بلال طلع يتكلم على مصطفى محمد وقال لك مهاجم يعني مش قد كده فشخوه ما بقاش يطلع في اي برنامج. ودلوقتي بيعملوا نفس الحكايه، هو بيتكلم على ناصر منسي احنا عارفين انه لاعب مجتهد، لكن يا جماعه امكانياته تعبانه، احنا هنستعبط
يستحق يروح المنتخب تقديرا للجهد اللي هو بيبذله، لكنه مش احسن مهاجم في مصر، مش هيكون احسن حتى مصطفى محمد. وتلف الايام واحمد بلال عنده حق، وبص مصطفى محمد من ساعه ما ساب الزمالك ما عملش اي حاجه. بيراميدز خد باله ان هو، انا كل ما بسمع الكلام الزمالك بتفشخ، لا انا هجيب حكام اجانب، لان من الواضح كده ان الدنيا رايحه في سكه الابيض المره دي. لا انا عايز حكام اجانب. فالزملكاويه في قناه الزمالك بيقولوا طيب احنا لما سالنا بيراميدز قالوا لنا عشان الاهلي بيضغط على الحكام المصريين، احسن هاتوا كلكم حكام اجانب يا اولاد الناس الطيبين. اعمل لايك واعمل شير وسيب كومنت وغز الجرس، غز الجرس، وادعي لاخواتنا في فلسطين وفي كل مكان، وربنا يفك ازمه المنطقه بتاعتنا الموبوءه دي. وسلام.